للمبتدئين. لو انت حد مبتدئ ممكن تتابع الفيديو ده وتتفرج على الاخر عشان تعرف وتستفيد. اول يوم بتخش الجيم بتلاقي بقى كميه حاجات غريبه كده معروفه. تلاقي الناس اللي بتحزق وهي بتتمرن، وهتلاقي العيال الصغيرة كتير بقى اللي هو 12 13 سنة دول مرميين في الجيم ببرابرهم كده وقاعدين بص يعني زاحمين على الفاضي بجد، بيبقوا داخلين زاحمين على الفاضي. وأول لما هتبدأ تتمرن أنت لسه داخل أول يوم، اشتركت دخلت تلعب أول تمرين، قام واحد جنبك قالك باشا أنت بتلعب غلط. أنت بتلعب إيه بقى؟ كذا. طب لا على فكرة أنت مينفعش تلعب ده بيجيب مش عارف ايه. طب بتاكل ايه؟ كذا. ايه ده؟ لا مينفعش تاكل كده خالص. بص انا باكل كذا وانت لازم تاكل زيي عشان توصل للفورمه اللي انا فيها فشيخ. ممكن تكون اللي انت اكلته ده بيمشي معاك تمام، برافو، عايش ليك، انا مالي، مش قصتي اصلا اللي انت بتاكله حاجه ولا انا هاكله حاجه. فهنتكلم عن شويه تيبس في الفيديو ده، وتعال نشوف بقيه التيبس النهارده. انا هبدا بالاكل. الاكل ما فيهوش حوارات كتير، او مش عايزين نخلي فيه حوارات كتير. هو كل الفكرة ان انت بتركز مع حاجتين. اول حاجة انت مثلا محتاج رقم معين من البروتين، عدد جرامات معين، حاول ما تقلش عنه. حاول على قد ما تقدر ما تقلش عن عدد الجرامات ده. مثلا انت محتاج 120 جرام، اقفش في 120 جرام مهما حصل في اليوم. حاول تقفل 120 جرام بروتين. ازاي تعرف كمية البروتين اللي انت محتاجها؟ حسبة بسيطة، هي مش مظبوطة قوي يعني مش ادق حاجة، بس وزنك في 2 في الغالب دي نسبة البروتين اللي انت محتاجها. ساعات بيبقى المفروض تحسب حاجات زيادة، بس انت لسه بادئ، فانت لو عملت كده انت تمام وهتجيب نتيجة، وممكن يبقى اصلا بتاكل بروتين بزيادة عن اللي انت محتاجه. فانت الرقم اللي هيطلع لك لو قللت عنه 10 جرام 20 جرام مش هيجرى حاجة. تاني حاجة محتاج تركز معاها الكالوريز بتاعتك. ازاي؟ هتزود او تنقص من 500 ل 300 كالوري على حسب انت بتعمل ايه. لو بتحاول تزيد وتبلك هتزود 500 كالوري او 300 كالوري. لو بتحاول تقلل وزنك وتخس وتقلل دهون هتحاول تقلل من 500 ل 300 كالوري، من 500 ل 300. خليك يعني ما تزودش قوي وما تقللش قوي. زودت قوي هتزيد بدهون بزياده، قللت قوي ممكن تقل مصل مع الموضوع. في التمرين بقى في برضه حاجتين لازم تخلي بالك منهم. اولا فكك خالص من الوزن اللي انت شايله ايا كان هو كام، خفيف قوي او تقيل قوي. العب بالوزن اللي انت تقدر تلعب بيه من 8 ل 12 عدة، 8 عدات 12 عدة، وتكون وصلت في العدة ال 12 لآخرك أو العدة الثامنة لآخرك. دي الأوزان اللي أنت بتلعب بيها. مثلا بدأت أول مجموعة 12 عدة بالوزن مثلا قول 5 كيلو، تاني مجموعة زودت شوية ووصلت ل 10 عدات، تالت مجموعة زودت شوية ووصلت ل 8 عدات. ال8 عدات دول اقف عندهم بقى ما تزودش تاني، والعب بنفس الوزن ده المجموعه اللي بعديها لو هتلعب 4 مجاميع. وحاول تزود عده في كل مره. يعني انت مثلا وصلت ل 12 عده، طب ما تجرب عده كمان. لو جربت عده كمان وجت مظبوطه والفورم بتاعتك صح جدا يبقى انت تمام وتكمل بالوزن ده، وممكن تزود عادي. حاجه كمان بقى اتكلم فيها الفورم بتاعتك، دي اهم حاجه. انت بتلعب مش عشان تشيل الوزن من هنا توديه هنا، يعني مش عشان ترفع الوزن من الارض لفوق. المفروض ترفعه من الارض لفوق بطريقه معينه. لو بتعمل مثلا بايسب، ما تجيش تطلع نص طلعه او تنزل نص نازله وتقول ان انت لعبت كده الباي. ايه ده؟ كل اللي انت عملته ان انت حركت جزء من العضله. انا بتمرن عشان اجيب العضله من النقطه اللي هي مستريتش فيها الاخر للنقطه اللي هي في اقصى انقباضها. اقصى الانقباض بتاع العضله ده اخر الحركه بتاعتك. مثلا وانت واقف، انت لو واقف فانت رجليك المفروض لو انت واقف شايل وزن بعد يعني كنت بتلعب سكوات مثلا فنزلت تحت، انت تحت كده لو نازل صح تحت ال90 كده انت الزاويه كده العضله مستريتش على اخرها او في اقصى استريتش على حسب برضو المرونه بتاعتك. طلعت بقى من تحت في السكوات العضلات بتاعت الرجل كلها هتلاقيها تنشنة او منقبضة عشان تعرف توقفك وتثبتك بعد السكوات. وحاجة برضو يعني عشان برضو الفورمة بتاعتك تتأكد منها، اسهل حاجة ان انت تشوف اي حد في الجيم بيعرف يلعب او شايفه بيلعب صح
على حسب من الفيديوهات اللي انت شفتها على النت اكيد. قول له باشا انا بلعب كده صح ولا لا، قال لك تمام يبقى انت تمام خلاص، شكرا، مش محتاج اي حاجه تاني في التمرينه دي على الاقل. لو مفيش حد تساله، صور نفسك فيديو او اقف قدام المرايه وتبص. قدام المرايه مش دايما حلو في كل التمارين، عشان لو باصص بصه يعني لو باصص بالجنب ممكن رقبتك تتعبك وانت بتتمرن. مثلا لو بتتربس لو بصيت بالجنب ممكن رقبتك يحصل لها حاجه، ممكن تكلبش في بعضها كده. شكرا. حاول صور نفسك فيديو وشوف اونلاين، شوف على اي شوف اي فيديو. يعني انت لو كتبت هاو تو مش عارف ايه او ازاي تتمرن كذا هتلاقي 500 الف فيديو، هتلاقي فيديوهات اكتر من الدنيا. بس فتعالى كده بص سريع قلنا اهم حاجه في الاكل، شوف البروتين بتاعك قد ايه وتاكله. تاني حاجه تشوف الكالوريز بتاعتك قد ايه وتشوف انت محتاج تزود ولا تنقص على حسب الهدف بتاعك. تالت حاجه في التمرين ما تسمعش كلام اي حد، وحاول تجيب اخرك في العدات ويكون في نفس الوقت الفورم مظبوطه جدا. الفورم مظبوطه ازاي؟ هتصور نفسك فيديو وتحاول تشوف انت بتعملها صح ولا لا. ده لو مفيش حد تساله، في حد تساله اسال اي حد في الجيم بيفهم او شايفه بيلعب صح، قول له باشا لو سمحت انا بلعب صح ولا لا. لو بتلعب لو قال لك تمام يبقى خلاص كده انت مش محتاج اي حاجه في بقيه اليوم، او مش محتاج حاجه في التمرينه دي تاني خلاص. بس ده نصيحتين حبيت اقولهم، مش حابب اطول عليكم في الفيديو ده، وشكرا للمتابعه. ولو حابين تعملوا سبسكرايب لايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.